حنان أصالة محدش يقدر إن هو يقول إن هي مش جميلة. في شائعات إن هي بدأت تحقن مواد معينة. الفيلر لما يتحقن غلط بيحصل حاجة اسمها الهجرة للفيلر لطبقات أعلى. أكتر العمليات شيوعا في العالم كله هي عمليات شفط الدهون، بير الثدي والأنف. دكتور ماجد، احنا في الاول بنشكر حضرتك على اتاحه الفرصه لينا لاجراء اللقاء ده. بتنص اللوائح على ان تكون جراح تجميل او طبيب امراض جلديه لحقن ماده الفيلر والبوتوكس. ما مدى ضرر ان تكون غير متخصص او الاشخاص غير المؤهلين الذين يعملون في مجال التجميل ويقومون بحقن هذه المواد؟ مجال جراحه التجميل ومجال طب الجلديه دولت المنوطين بيهم ان هم يحقنوا الفيلر والبوتوكس في الفيس، لان المنطقه ديت بتبقى منطقه حساسه جدا، فيها مكونات كتير جدا، خطر جدا انك انت تحقني في المنطقه ديت من غير ما تبقي عارفه الاستراكشرز بتاعتها وعارفه النمط التشريحي بتاعها وعارفه الطبقات بتاعتها. مش عشان كمان النتيجة تطلع حلوة، عشان نتجنب المخاطر اللي ممكن تحصل نتيجة لحقن المواد ديت في أماكن خطأ ممكن تأثر على صحتنا. بتتداول الفتيات والنساء ما قامت به الفنانة أصالة باعتباره طفرة في عالم التجميل لمظهر أكثر شبابا وحيوية. ماذا تخبرنا عن هذا الأمر؟ حنان أصالة ديت يعني بصي محدش يعني يقدر إن هو يقول إن هي مش جميلة. هي جميلة طول عمرها، بس طبعا مع السن بيحصل بعض التغيرات ديت بتبقى في طبعا اللي احنا شايفينه الوجه ده طبيعي جدا مع السن. في شائعات ان هي بدأت تحقن مواد معينة او كده، لا بس مش هيعمل التأثير الشديد اللي حصل ان هي بتصغر كل شوية بتصغر. دي الاساس بتاعها. اول حاجه الصحيحه اللي هي عملتها ان هي عملت شد وجه. شد الوجه هو شد ترهلات الوجه، شد ترهلات الجلد اللي بتحصل نتيجه لتقدم العمر. عمليه شد الجفون اصبحت اكثر انتشارا الان، من وجهه نظر حضرتك ما هو السن الانسب للقيام بها، وهل في بدائل غير جراحيه امنه؟ شد الجفون ما ينفعش ان احنا نقول سن معين، هو متى وجد المشكله وجد الحل. هو بيظهر امتى؟ بيظهر مع تقدم السن. زي ما قلنا كل ما تقدم السن كل ما زادت الترهلات في البشرة نتيجة لنقص الدهون اللي تحت الجلد، فبيبدأ يظهر الترهلات. متى وجدت المشكلة وجد الحل. هي المشكلة ان احنا في ناس بتشخص الموضوع غلط، فلما تشخص غلط هتتعالج غلط. ممكن نشخصه على ان هو ترهل في الجلد في سن اصغر، فنبدأ ان احنا نعمل اجراء خطأ لسن أصغر. متى وجدت المشكلة وجد الحل. عملية رفع الشفاء باستخدام التقنيات الجراحية أصبحت أيضا من الهبات المنتشرة، ماذا تخبرنا عنها؟ مش كل الناس بيليق عندها إن هي ترفع شفايفها بالإجراء جراحي. في حلول كتير جدا للموضوع، إن هو سواء برافيلر أو بضعف العضلة بالبوتوكس، لكن في ناس بيبقى المسافة ما بين الأنف والشفة كبيرة والشفة عندها بتبقى رفيعة، فرفعها جراحيا بيأثر على كبر الشفة أو حجم الشفة من غير إن هي تبقى محتاجة سواء البوتوكس أو الفيلر لتكبير الشفة. كم هو عدد المرات المسموح فيها بإجراء عمليات ترميم الأنف؟ هل في إتاحة إن احنا نعيد العملية نتيجة إن في غضروف مش مظبوط او ان في جزء من الانسجه مختفي او كده؟ هل الدكتور هيقدر ان هو يعالج الازمه ولا هيفتح يعملها ازمه تانية؟ تمام. طالما هو قادر ان هو يعالج هذه الازمه فليه ما يفتحش ويعالجها؟ يعني ده طبيعي، مش عدد مرات. وكم عدد المرات المسموح فيها بتذويب فيلر الشفاه؟ الفيلر من الشفايف ان هو احنا عندنا اماكن محدده بنحقن فيها الفيلر لما يتحقن غلط بيحصل حاجه اسمها الهجره للفيلر لطبقات اعلى او للشفه من فوق، فبتبدا تدي شكل مختلف عن اللي احنا عايزينه. ده خطا او مش خطا، مش هنقول خطا، ان هو تكرار الحقن في الشفه بيبدا يعمل قنوات
تبدأ تهاجر منها المادة نفسها إلى الطبقات اللي فوق. فبندوبها وبنصبر عليها شوية لغاية ما المنطقة نفسها تلتئم. قد إيه دوت ممكن نقول إن هو المفروض إن هي تتدوب وتتساب لفترة مثلا شهرين أو 3 بحيث إن هو القنوات ديت تختفي وبعدين نبدأ نحقن تاني. لكن لو حققنا مرة تانية بعد ما دوبنا هيحصل نفس الحكاية تاني. ما هي أكثر العمليات التجميلية الشائعة في الكويت أو الخليج؟ مش في الكويت بس، هو أكتر العمليات شيوعا في العالم كله هي عمليات شفط الدهون، كبير الثدي، والأنف. في الكويت ممكن يبقى أكتر شوية شفط الدهون. شفط الدهون أكتر كتير في الكويت. ممكن تختلف شوية عن الدول التانية. في دول بتبقى أكتر فيها التكبير الثدي لأن عندهم فورمة الجسم نفسها الثدي بيبقى أصغر فبيبقى بيكبروا بنسبة أكبر. والأنف برضو من العمليات الشائعة جدا في العالم كله حاليا في الفترة دي.